ورا مصنع الكراسي. النهارده معانا في الشيزوفرينيا الأسطورة، ملحن ومغني وسياسي بارع، بالإضافة لأنه قارئ جيد للرموز، بيفك أي رمز في مصر. معانا الأسطورة الفنان عمرو مصطفى. اتفرج على الناس اللي ليل ونهار بتتكلم كلام عادي، كلام فاضي، وده قاضي وده معلم، ولا بيفيد ولا بيضيف، وشكل الضيف يا ريته نضيف، ومصر يا عيني مجروحة ومذبوحة وبتتألم. فعلا يا أستاذ عمرو، كلام فاضي ولا بيفيد ولا بيضيف، وشكل الضيف يا ريته نضيف. الله يا بحر العلم والفن. شايفين الدقة والتركيز؟ قارئ شفرات مفيش زيه. أحب أنا الناس الدقيقة دي اللي بتهتم بالتفاصيل، الديتيلز يعني. المهم، أنا أريد وأنت تريد والله يفعل ما يريد. أستاذ عمرو لو شافك بتقول جملة زي دي يقول عليك صهيوني على طول. ما تسألنيش إزاي، هو بيعرف يفك الرموز، بيفكها كده كده. اولا كلمه يريد دي كلمه يهوديه. نحن نريد، انا اريد اما بشوف الصهاينه بيتكلموا على الجزيره بيقولوا نريد، فيا ريت يغيروها بقى شويه. استكمالا لنظريه المؤامره اللي بيحبها عمرو، قرر يطلع اشاعه انه هيهاجم، ومن هنا هيعرف مين المصري ومين المسادي، على اساس يعني ان المصري هتعرفه انه هيعمل لايك والمسادي هيعمل كومنت. تبقى بتهاجر ليه؟ لا كنت بنضف الصفحه بس عندي على الفيسبوك. يعني ايه كنت بتنظف الصفحه عندك؟ يعني من فتره يعني ايه اللي هيحصل لما تقول لنا انك مهاجر لان يعني؟ انا متاكد ان الفيسبوك دوت بيضم ناس من الموساد وبيضم ناس من دول كتيره جدا وبيضم ناس من حتت كتيره جدا، فبحاول انضف الصفحه. نظريه المؤامره متاصله يا ستي يا ستي انا مؤامره، انا مؤمن بيها. طب وانت شايف انت لما تقول انا هسيب مصر وهسافر ايه اللي هيحصل للصفحه يعني؟ ولا هيحصل اي حاجه، هيبقى ان شويه ناس كده هيقولوا لك ايه يلا مش عايزينك، اروح اعمل شيلهم من الصفحه وخلاص وابقى ارتحت منهم. الاستاذ عمرو مش عايز اي جايزه، لان اي جايزه دوليه لازم يبقى ليها ثمن. برضه نظريه المؤامره. غيري سافر ادى كل شغله لبره، انا ما عملتش كده ومش عايز جوائزهم ولا جايزه نوبل ولا اي جايزه ولا اوورد ولا جرامي ولا الكلام ده كله، لان هم بيدوا الجوائز دول عشان بعد كده يطلبوا منك حاجه تانية. افهموا يا شباب مصر، اللي بيعمل فيلم ما طلبوا من عمرو دياب، اللي بيعمل فيلم هم طلبوا ايه من عمرو دياب؟ طلبوا حاجه من عمرو دياب؟ لا مش عايز ادخل عمرو دياب في الموضوع. بسال، ما هو من كلامك وبسال يا عمرو وانا جبت حاجه من عندي. ممكن عمرو دياب يكون فهم دلوقتي، لكن قبل الثوره ما كانش حد فاهم حاجه. انا بديك جايزه عشان ارجع اقول والحاصل على جائزه كذا بيتحدث، والحاصل على جائزه زي النهارده لو جيتي بصيتي للصين، الصين دلوقتي المتحدث اللي واخد جائزه نوبل هو اللي طالع بيقول دلوقتي احنا عايزين ناخد بلد من الصين. خناقه عمرو مصطفى مع المذيعه ايمان ابو طالب. واحب اقول لكم ان انا كنت اساسا ناشط سياسي، لان كنت وانا في KG1 بحيي العلم كل يوم في المدرسه. انت النهارده انا بكلمك في الناس اللي بيطلعوا، انت النهارده معترض، الناس اللي بتطلع تتكلم في السياسه. ها السي في بتاع حضرتك ايه؟ والسي في بتاع حضرتك ايه يا فندم؟ لا انا السي في بتاعي ما شربتش من نيلها، لو كنا بنحبها حبيتها، علمونا في مدرستنا تعظيم سلام يا مصريين. عندي سي في كلها اعمال فنيه وليست ليها علاقه بالعمل السياسي يا فندم. الاعمال كلها اعمال السياسه ليها ناسها. سي في حضرتك ايه في السياسه علشان خاطر تنظر وتقول ان الثوره دي كانت نكسه؟ عايز اقول لاستاذ عمرو ان رقم 125 ده رقم عادي، ملوش اي علاقه ب 25 يناير خالص. الشركات كلها اللي انا اشوفها الامريكيه دلوقتي هي اللي كانت بتعبر عن الثوره. اما تطلع تقول لي عبر مين قدك، ايه اللي دخل المشروب في عبر مين قدك؟ ايه اللي دخل المشروب في عبر مين قدك قبل الثوره؟ انت عايز تقول ان انت اللي عملت الثوره يعني؟ اما تقول لي 125 سنه، 125 سنه ايه؟ كان انا اساسا لما سافرت بره قالوا لي مفيش حاجه اسمها 125 سنه، عايز تقول لي 25 واحد ميعاد الثوره؟ لكن ما تقعدش تلعبني بالالغاز، لو هتلعبني بالالغاز لا هلعبك. لا تعالى، في ناس بتفهم. وبقول لك حاول تبخل على الناس بعلمك في نظريه المؤامره وفك الشفرات، لان ببساطه كده الاعلام استضافك كسياسي اكتر ما استضافك كفنان. مش كل حاجه تعرفها تقولك، لان تفكيرنا ابسط من ان هو يستوعب كلامك. في الختام مفيش ختام، عشان ما يطلعش واحد يحلل لنا الختام ويودينا في داهيه. اشوفكم الحلقه الجايه ورا مصنع الكلام. الموضوع يا جماعه يستدعي التأويل الداخلي في النوايا المجنونين. تاني
الامر يا جماعه يستدعي تاويل الامور والبحث في المجنون والبحث جوه ما بين السطور. يا اختي لا فيا يا اقسم بالله انا عيان، انا مش ناقص. لا مش هقول ليه؟ لا مش هقول عشان هي ما عجبتكش مني. اطلع فوق بقى. ليه؟ ما هو من هنا هي ما عجبتكش مني، عجبتك منك انت. من هنا الديره الكبيره بتحبها بضمير مش غش ولا اشعاع، مش غش ولا اشعاع. بلالين ومالية البلد وبتحجب الأخبار، بلالين ومالية البلد وبتحجب الأخبار. ونفرقع البلدين ونصحصح النايمين. والله العيال بتوع التكاتك اول ما نخش على اول الشارع بيقولوا زفه يا ماشي. نقفشها ونجيبها ابدا ما هنسيبها، نسقط حبايبها وتاخدنا وياهم. وعشان ده زمن الخبر والمستحيل يبان، فالتح يا مصر احنا اللي جايين عشان الميكنج اصلا. يا كيمو خش عليا كنود. تعالى حبيبي تعالى. انت حبيب قلبي عبد رب يا سعده. طيب تعالي اخلص بقى.